بما انه هلا اجواء العيد عملت لكم اسهل طريقه لبيوش دو نويل جلوتين فري وبنكهات ولا اطيب. انا داليا بعمل وصفات خاصه لمرضى السيلياك، بتمنى دعمكم، لايك، تشير، تشتركوا بالقناه. أكيد لا تنسوا تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول شي بالخلاط حطيت 4 بيض، عليهم 3/4 كوب من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيليا. خفقتهم كتير منيح، هي أهم مرحلة تقريبا لحتى 10 دقايق لحتى صار معي قوام بهيدا الشكل. بدي 1.25 كوب من طحين خالي من الجلوتين، عليهم 1/4 كوب من الكاكاو كمان يكون نوعيته خالي من الجلوتين. نخلتهم كتير منيح مع بعضهم. وبعدين حطيتهم للمزيج. هون أنا خففت السرعة، فيكن تستعملوا بالمعلقة أو تخففوا على أخف السرعة لحتى يمتزج معكم القوام وما يروح منه الهواء. مديت صينية الفرن، مديت عليها ورقة زبدة. وانتبهوا كتير منيح للفرن لأنه كل طحين وكل كيك بياخد مدة، انتو بدكم تنتبهوا. أنا أخذ معي من 8 ل10 دقايق كان جاهز. وبس طلع من الفرن حطيت عليه شقفة مي رطبة، خليتهم 10 دقايق. رجعت شلتهم من ورق الزبدة، لفيته ولفيته منيح وحطيت لهم، سقيته بالحليب وحطيت عليه كريمة اللي هيدي اللي استعملتها، هيدي النوعية جلوتين فري، وحطيت عليه شوية كاكاو لحتى تعطيني نكهة الشوكولا. ومديت على الكيك. أول شي سقيته بالحليب وحطيت عليه الكريمة، رجعت لفيته. انتو فيكن تلفوه بأي طريقة بدكن إياها، بالطول أو بالعرض، كيف بدكن إياه يطلع معكم. وبس لفيته رجعت حطيته، خليته ليلة كاملة بورقة الزبدة. وانتو فيكن تشتغلوا فيه بعد شي ساعة أو ساعتين، مش مشكل. أنا خليته ليلة كاملة. رجعت زينته انتو هيدي تفننوا بكيف بدكن إياه، وطلع كتير كتير طيب. جربوه واكتبوا لي بالكومنتس إذا عجبكم، وألف صحة.